كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله. كتير من الإخوة والأخوات طلبوا مني أعمل لهم فيديو عن طريقة فك سحر المعقود أو السحر المعمول بالعقد بالطريقة الصحيحة والشرعية، وإزاي أنتم تفكوا السحر المعمول بالعقد بنفسكم، وكل ده بعد توفيق الله. هوريكم إزاي الساحر بيعمل السحر بالعقد، وإزاي إحنا المستعانين بالله نفك السحر وندمره غصب عنه وعن اللي راح له بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا حاطين رجل على رجل. تعالوا نشوف مع بعض فك السحر عملي. صحيح دي الحلقة الثالثة من سلسلة فك السحر، واللي ما شافش الحلقتين المهمين قبل كده يدخل الصفحة وهيلاقيهم قبل الفيديو ده. هنشوف مع بعض ازاي الساحر بيعقد العقدة وينفث فيها الطلاسم الكفرية. هنا قرأ، وبعد كده بينفث في العقدة قبل ما يقفلها، قبل ما يعقدها، وكده عقدها. ادي سحر بعقدة. هيعمل العقدة التانية نفس الكلام، هيقول الطلاسم الكفرية بتاعته، وبعد كده ينفث فيها، بعد كده يعقد العقدة. وادي العقدة التالتة. شايفينها ازاي؟ تعالوا بقى اوريكم طريقة فك العقدة. دي طريقة فك السحر المعقود. لو مش هيتفك بايدينا ممكن نجيب موس او مقص ونقطع، بس اهم حاجة قبل ما اقطع وقبل ما اعمل حاجة او اثناء وانا بقطع العقد دي اقرأ الاخلاص والفلق والناس 3 مرات كل واحدة، وممكن كمان انفث فيها بسم الله زي ما انتوا شايفين كده اهو. اول عقدة اتفكت بفضل الله. تاني عقدة نفس الموضوع، اجيب موس حامي او مقص حامي واقطعه. دي تاني عقدة. اخر عقدة معانا العقدة التالتة ونقطعها برضو، وممكن تكون في عقدة رابعة وخمسة وستة وسبعة كده. الحمد لله السحر العقدة خلص بفضل الله وحده. يا رب نكون بنقدر نفيدكم بمعلومة في الفيديو القصير دوت. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.